ما سألتش نفسك في يوم من الأيام هل الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكانك؟ هل أنت كمبرمج خلاص دورك انتهى؟ هل خلاص الذكاء الاصطناعي بقى يكتب كود أحسن منك؟ خليني أقول لك الحقيقة اللي ناس كتيرة جدا مش عارفاها، بس قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نخش على الفيديو. الذكاء الاصطناعي هي تول مهمة جدا جدا، بس هل ده معناه ان انت دورك كمبرمج خلاص هينتهي؟ الإجابة لا طبعا. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد شغلك، الذكاء الاصطناعي جاي يبقى الدراع اليمين بتاعك، يعني من غير القائد بتاعه ما يقدرش يوصل للي هو عايزه، فانت بقى تقدر تديره يمين تديره شمال براحتك زي ما انت عايز، بس اهم حاجة تديله البرومت الصح. انت المبرمج بقى استخدمه براحتك، استخدمه زي ما انت عايز، بس دايما حط في دماغك ان انت مش هتستخدمه بس، لان هو الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يعمل ابلكيشن لوحده. يعني انت مثلا لو قلت للذكاء الاصطناعي عايز اعمل ابلكيشن، طيب جميل، ابلكيشن عن ايه؟ لازم تديله تفاصيل كتيره جدا. الابلكيشن عن ايه؟ ايه التول اللي هتستخدمها؟ هتستخدم تكنولوجي ايه؟ هتستخدم الخوارزميه ايه؟ فانت لازم تديله معلومات. يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول للذكاء الاصطناعي عايز اعمل ابلكيشن اي كوميرس مثلا، طب جميل، ابلكيشن اي كوميرس هتعمله بتول ايه؟ هتستخدم ايه؟ لازم تديله كل التفاصيل عشان يديك ويبدا لك الشورت الصح، بس انت برضو لازم تحط في دماغك ان هو هيديك البدايه. يعني ايه هيديك البدايه؟ هو مش هيديك كل حاجه، يعني هو مثلا هيديك البدايه بتاعت كود مثلا الاي كوميرس، بس هو مش هيديك الابلكيشن كله. ليه مش هيديك الابلكيشن كله؟ وحتى لو حاول يديك الابلكيشن هيديلك فيه بج كتير جدا، فيه كميه ايرورز كتيره جدا. فانت لازم كمبرمج لازم تكون واعي، انت فاهم الحاجات اللي مكتوبه دي، انت مبرمج فاهم اساسيات برمجه، فانت مجرد ما تشوف الكود اللي مكتوب قدامك انت فهمت هو مكتوب ازاي، فانت تقدر تعدل عليه وتشيل البج اللي موجوده وتشيل الايرورز. فانت لازما اهم حاجه الفهم. اصل خلي بالك المجال بتاعنا ده مش مجال حفظ، انت اي حد كان بقى مبرمجين بقى، فعشان كده بقى في مبرمجين ما يصلحوش ان هم يكونوا مبرمجين. دول بقى ناس هم حافظين طريقه شغل معينه، حافظين طريقه شغل معينه، انا هاجي والله انا هعمل حاجه وحاجه وحاجه بنفس الطريقه كل يوم ما بغيرش، وده ما ينفعش. التكنولوجي بتتغير، كل حاجه بتتغير، وحتى الذكاء الاصطناعي ذات نفسه التول او الابلكيشن اللي بتستخدمه بيتغير، فانت لازم تحدث نفسك باستمرار. وبعدين برضه احنا لازم نعرف الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي. الذكاء الاصطناعي اما انت تكتب له برومت، يعني مثلا كتبت له برومت، هو بياخد الكلمات اللي انت كتبت فيها البرومت دي وبيخش الداتابيز، بيبقى اوريدي في كلمات متخزنه، وبياخد بقى كلمه من هنا على كلمه من هنا على كلمه من هنا وبيبعت لك الرد. عشان كده مثلا لو تلاقي اي ذكاء اصطناعي بيبقى فيه ليميت، يعني هو مثلا ايه، بيبقى محدود. لو قلت له حاجات ممكن ما يفهمش، يقول لك انا مش فاهم اللي انت قلته ده، انا مش فاهم اللي انت عملته ده، بس يوم مع يوم مع يوم بتلاقي حاجات اتخزنت في الداتابيز، حاجات اتخزنت زياده، فبيفهم اللي انت قلته ويرد عليك على حسب ما انت سالته. فعشان كده تيجي تقول لي الذكاء الاصطناعي هياخد مكان المبرمج، اعقلها برضو ازاي. وبرضو المبرمجين التقال ما ينفعش ما يستخدموش ذكاء اصطناعي. يعني انت مثلا هتقول لي انا مبرمج تنين مجنح جامد جدا مش هستخدم ذكاء اصطناعي، طب ما انت كده هتبقى مبرمج من زمن الستينيات، انت كده مش مبرمج. الحاجه اللي هتتعمل في 3 ايام هتعملها في 3 شهور 4 شهور، فانت كده مش مبرمج. هو المبرمج مش اللي يعمل التاسك، هو عامه كل الطرق تؤدي للتاسك ان هي تتعمل، بس الشاطر اشطر المبرمجين اللي هو يعمل التاسك ده في اقل وقت وباقل كومبلكستي اللي هو اقل تعقيد. فانت لازم تخلي بالك بالظبط من الحته دي. وفي انواع كتيره جدا وبرامج كتيره جدا للذكاء الاصطناعي، في منها بيكتب كود، في منها مثلا بيساعدك في حياتك الشخصيه، وفي منها بيحل بروبلم سولفينج. بس هل ده معناه اللي بيديهولك اما انت تكتب له برومت بيديلك النتيجه او الاوتبوت 100% صح؟ اكيد لا طبعا، اكيد بيبقى في مشاكل كتيره جدا. فانت ما ينفعش تعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي فقط هيخليك مبرمج، يعني مش مبرمج اصلا، انت كده مش مبرمج. لازما تعتمد على الذكاء الاصطناعي ده اكيد، لان مفيش مبرمج ما بيعتمدش على ذكاء اصطناعي، بس لازما مع اعتمادك على الذكاء الاصطناعي ده تكون مبرمج فاهم انت بتعمل ايه، متاسس كويس جدا. ايه الاساسيات؟ لازما تكون متاسس صح في البرمجه. انا بستغرب ناس تقول لك ايه، انا هخش على التراك على طول، انا هخش اتعلم سايبر سيكيورتي على طول، انا هخش على مجال الويب هفرتكه على طول. لا، انت لازما تتعلم اساسيات الاول، لانك هتتعب كتير جدا، هتتعب لو ما اتعلمتش اساسيات، لان كل لغات البرمجه كونسبت واحد. فانت لو اتعلمت لغه برمجه مثلا بدات بسي بلس بلس، اتعلمت سي بلس بلس مش كسي بلس بلس، اتعلمتها ككونسبت برمجه، انت كده خلاص لما تيجي تتعلم اي لغه برمجه تاني انت هتتعلم سينتاكس بس، انت مش هتيجي تتعلم اللوجيك او الكونسبت اللي انت خلاص اوريدي انت درسته في الاول. فعشان كده الاساسيات مهمه جدا جدا وهتوفر وقت كتير جدا. يعني انت مثلا هتلاقي مثلا ايه، ظهرت لغه جديده، لغه برمجه جديده، انت خلاص انت اوريدي انت معاك الاساسيات حرفيا في 3 4 ايام يا دوبك، بس تعرف السينتاكس، تعرف الدنيا ماشيه ازاي في لغه البرمجه الجديده
الجديده دي هتعرفها وتشتغل بيها وتعمل بيها مشاريع وكل حاجه. ده في حاله ايه؟ في حاله ان انت تكون متاسس صح. فالاساسيات لازم تتاسس صح. يعني احنا كده عرفنا اللي برمج الذكاء الاصطناعي هم المبرمجين. هتقول لي طيب كده الذكاء الاصطناعي مش هيقضي على المبرمجين؟ اقول لك كلامك صح بس مش بنسبه 100%. طيب يعني هو هيقضي على المبرمجين؟ كلامك برضو مش كامل. انت كده لخبطتنا يا هندسه. يعني هي هتقضي على ناس من المبرمجين ولا مش هتقضي على حد؟ هي هتقضي على فئه كبيره جدا من الناس اللي هم الكودر. يعني ايه الكودر؟ مين الناس الكودر دول؟ هو في فرق اصلا ما بين الكودر والبروجرامر؟ اه طبعا في فرق كبير جدا. الكودر ده واحد هو حرفيا هو حافظ سينتاكس، هو حافظ سينتاكس لغه برمجه معينه، ما بيعملش اي حاجه غير يشتغل بيها. او خلاص انا حفظت سينتاكس لغه بايثون، هفضل طول حياتي اشتغل نفس الكلام، هفضل طول حياتي هشتغل بنفس الطريقه، مش عايز اغير من طريقتي، مش عايز اغير من شغلي، مش عايز اغير احسنه، اتطور، اتعلم حاجه جديده، افكر تفكير منطقي. يعني اصلا البرمجه الناس كلها فاكره ان البرمجه دي اصعب حاجه كتابه الكود. كتابه الكود دي اسهل حاجه في الشق البرمجي. البرمجه هي لوجيك، هي تفكير منطقي، هي انت تمسك ورقه وقلم كده وتقول والله انا عندي مثلا دلوقتي ما عندي مثلا انبوت، عايز اعمل انبوت على انبوت على انبوت اطلع اوتبوت معين. هو ده البرمجه. عشان كده بقى اخترعوا الفلوت شارت او السودو كود، عشان انت ما يبقاش عندك لغه برمجه واحده اللي تشتغل بيها. انت حرفيا كل المبرمجين يقدروا يفهموا بعض بالفلوت شارت او السودو كود. انت حرفيا انت كده هي طريقه تعامل. يعني السودو كود والفلوت شارت مش معتمدين على لغات البرمجه، هي حرفيا هي طريقه تعامل. هو انت هتعمل ايه؟ عشان كده المبرمج لازما يكتب ورقه وقلم. مش شرط سودو كود، مش شرط فلوت شارت، المهم انا هعمل ايه. انا هعمل واحد اتنين تلاته، تكتبهم بعد كده تنفذهم كود. الكود اسهل حاجه. اخوك الصغير ممكن يكتب كود عادي جدا، بس اخوك الصغير مش هو اللي هيحل المشاكل. اخوك الصغير مش هو اللي هيحل بروبلم سولفنج، وهو لو عطل حصل بج كبير هيعرف يصلحها، مش هو اللي لو ظهر ايرور هيعرف يصلحه. فعشان كده الكودر دول الذكاء الاصطناعي هيستبدلهم، لان الذكاء الاصطناعي دلوقتي عامل زي اخوك الصغير. الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب كود زي ما انت بتقول له. يعني انت قلت له مثلا اعمل لي كذا كذا كذا، اعمل لي مثلا لوب لحاجه معينه، اعمل لي مثلا اف كونديشن لحاجه، ما هو هيعملها لك ان شاء الله. كانت لغه البرمجه ايه؟ هو هيعملها لك، بس هو مش هيكمل لك البرنامج، مش هو اللي هيعمل لك الويب سايت مثلا. هو انت هتقول له حاجه معينه هيعملها لك، مش هيقدر يجمعه لك مع بعض. دورك انت كمبرمج ان انت تجمع كل اللي انت عملته ده وتحطه يبقى ويب سايت كامل متكامل. اهم حاجه تنظيم الشغل، اهم حاجه ان انت تجمع كل اللي انت عملته ده صح، مش تسيب حاجه هنا على حاجه هنا على حاجه هنا. الخلاصه ان الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى بايدك ان هو ذكاء اصطناعي ويفيدك جدا جدا، وفي ايدك ان هو يبقى ذكاء اصطباحي. فانت على حسب استخدامك وعلى حسب البرومت اللي انت كتبته. يعني انت مثلا ما تبقاش عايز برومت اكس وتخش تكتب له عن برومت اكس وواي وزد، هو مش هيفهم كل الكلام ده. انت خليك واضح وصريح، خليك واضح وصريح في حاجه واحده، اساله في حاجه واحده، بلاش تشتت، ولا تفضل تقول له على نفس الحاجه. يعني انت ايه، وازن ما بين الاثنين، قول له على نفس الحاجه مره واحده وما تعيدهاش، لان انت كده اما تعيد في نفس الحاجه هو بيخش على نفس الداتابيز وبيجيب لك نفس الحاجه، فما بتستفادش حاجه. ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات، هل انت برضو شايف ان الذكاء الاصطناعي ساعد المبرمجين بشكل كبير جدا، ولا كان عبء عليهم ودمرهم؟ وبس كده.